الخناق بين الاخوات مش دايما حاجة وحشة، بالعكس ده ممكن يخليهم يفهموا بعض اكتر. الخناق بين الاخوات حاجة طبيعية جدا، وفي كل بيت في ده. لكن الفكرة في طريقة تصرفنا احنا كأهل وقت المشكلة او الخلاف. هقولك 4 خطوات تقدري تعمليهم ان تخليهم يقربوا لبعض اكتر وقت الخلاف. ما تدخليش بينهم دايما كقاضي، اديهم فرصة يتفهموا ويحكولك ايه اللي حصل من وجهة نظرهم وايه اللي ضايقهم بالظبط. تاني حاجة، ما تسأليهمش دايما او ما تسأليهمش ابدا اصلا مين اللي بدأ. كده كأنك بتقولي لهم في حد هيطلع غلطان، وان الاختلاف في شخصياتنا ووجهة نظرنا غلط. علميهم دايما يعتذروا لبعض لو حد فيهم حس انه غلط، او لو مشاعر اخوه او اخته اتأثرت، لان في النهاية احنا بنحب بعض ومش هنأذي مشاعر بعض حتى في الاختلاف. ما تحكميش ولا تقولي رأيك ولا تحلي المشكلة، انت دورك انك تخلقي بينهم طريقة تواصل صحية، ان تحول الاختلاف ده لفرصة ان هم يعرفوا يتواصلوا مع بعض ويفهموا بعض اكتر. ده طبعا بياخد وقت وتكرار كتير، بس مع الوقت بجد بتفرق في علاقتهم جدا. تعالي نحط مع بعض قواعد للخناق ما بين الاخوات. ابعتلنا لو عايزة تعملي 1 to 1 session ونشتغل على ده.